خيرتوا راديو جيل فام، عليكم السلام ومرحبا بكم معنا على موج 94.7 فام. الساعة راهي 8 وكيما كل جمعة في هذا الوقت راكم تسمعوا في نيو عدد من نيو جيل. تسمعونا على موج جيل فام 94.7 فام. احبابنا في الشرق الجزائري يسمعونا على الموجة المتوسطة 531. احبابنا في الغرب الجزائري يسمعونا على الموجة المتوسطة 549. وناسنا اصحابنا واحبابنا داخل وخارج الجزائر يسمعونا على موقع جيل فام راديو الجيري .dz/جيل فام. راكو تسمعوا في الاذاعه رقم 1 في الجزائر، الاذاعه اللي تسمعكم كيما نتوما تسمعونا احنا تاني نسمعكم على لاباج تاعنا نيو جيل سور فيسبوك. نيو جيل على الهواء مباشرة من دوك وحتى للعشرة في ليلة خاصة، ليلة استثنائية، استثناء ضيفتنا لهذه الليلة. ضيفتي لهذه الليلة فنانة من ألماس، صوتها مليء بالإحساس، أحبت الناس فأحبها كل الناس، لما تغني تسمعها كل الحواس. بحب وحماس نستقبل نجمة الجماهير التي استطاعت أن تكون محل اهتمام الجميع في وقت قصير. واتفق على حبها جمهور كبير. كنزة مرسلي، مساء الخير. مساء النور محسن، ومساء الفل والورد والياسمين على كل اللي راهم يسمعوا في إذاعة جيل فام في داخل الوطن أو خارجه. مرحبا بك كنزة، أولا نشكرك لأنه هذا أول لقاء مباشر لك بعد خروجك من الأكاديمية، لقاء مع جمهورك في الجزائر وخارج الجزائر. وبالعادة تعرفي أنت خريجة معهد العلوم الإعلام والاتصال أنه في أي حوار كاين اللي يبدأ من المهم في الأكثر أهمية، كاين العكس يبدأ من الأكثر أهمية يروح للمهم. أنا نفضل نبدأ بالأكثر أهمية. نظن الأكثر أهمية بالنسبة لكنزة الآن هو الجمهور تاعها. أكيد. الجمهور اللي يستنى فيك في الجزائر وخارج الجزائر، الشيء اللي كي حابة تقوليه تفضلي. طبعا هذا أول لقاء إذاعي يسمعوني صوت فقط، وأول مرة راهم يسمعوا فيها صوت، مالفين يسمعوني يشوفوني. فحابة نوجه لهم تحية ونقول لهم بلي توحشتكم بزاف، و يعني على قد ما عددكم كبير على قد ما بالنسبة لي انتم كلكم شخص واحد، وكي نتكلم كأني نتكلم مع شخص واحد. فنقول لكم نحبكم بزاف، وعلى بالي بلي راكم تسمعوا فيا ناس بزاف راهم يسمعوا فيا دركا، فراح نحاول نفهمكم وراح نحاول انه جاتني بزاف تعليقاتهم يقولوا لنا بيضوا شويه اللهجه باش نفهموكم، لانه راهم يعني لو نشوفوا نصيبوا الناس اللي راهم يشوفونا من برا ممكن اكثر من راهم يشوفونا هنا في الجزائر. فحنقول لهم ان شاء الله راح نقدر نبيض لكم اللهجه كما كنت نبيضها في الاكاديمي، بصح لازم يجيكم نهار اللي تقدروا تفهموا فيه اللهجه الجزائريه كما لازم. صح. نقول لكامل المستمعات والمستمعين خارج الجزائر من الوطن العربي وين ما كانوا نحييهم تحيه كبيره، نشكرهم اولا على التواصل في صفحه البرنامج على الفيسبوك، قالوا لنا بيضوا اللهجه كما قلتي كنزه تحبكم بزاف وبرشا وهلبة وايد، سي صا هذو هما النورمال. برشا، هلبة، وايد، كثير، هوايه، العراق، مره، السعوديه، قوي، مصر. كاين بزاف لهجات. كنزة، الشيء المميز اللي يتبع برنامج ستار أكاديمي أنك كنت طبيعية لحد كبير مقارنة بالزميلات والزملاء اللي معك، وكذلك مقارنة بالطبعات اللي فاتت. لأي مدى تكون طبيعية اليوم كنزة باش تجاوب على الأسئلة تاعنا وعلى تاع الناس في الصفحة؟ طبعا أنا دايما طبيعية، والشيء اللي لاحظوه بزاف عليا الناس وأنا طبيعية وعفوية زيادة عن اللزوم أحيانا يعني.
يعني عمري ما نقدر نتبدل وعمري ما نقدر نبدل روحي. نبقى هكا لانه الناس حبتني هكا. اكيد حبوك هكذا، وكيما توحشوك وحبوا يسمعوا اخبارك اكيد توحشوا يسمعوا صوتك. اون كابيلا هكذا دخله اللي حبيتيها تفضلي بصوتك الكامل اللي بنسمعوا فينا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان تيرارارارارا، ورجعتوني يا حبايبي لأيام فات عليها زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني 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 وحشتني ليالي زمان. برافو، هذا هو صوت كنزة مرسلي. كيما عرفتوه راح تسمعوه اليوم أكثر من مرة. اللقاء تاع اليوم كنزة كيما تعرفي راكي في إذاعة الشباب والموسيقى في نيو جيل. حنا بالعادة نستقبلوا فنانين من الجيل الجديد، ونقدروا نقولوا باللي حاليا كنزة هي نجمة نيو جيل، يعني نجمة الجيل الجديد. الحوار راح يكونوا فيه مفاجآت، على بالي باللي تحبي بزاف المفاجآت. نحبها ونخاف منها صارة راح يكونوا مفاجآت بزاف، وراح يكونوا في كل مرة نحكي ونغنيو راح يكونوا دي كويز، أسئلة خفيفة. مرة نطلب منك أنك تجاوبي بسرعة، مرة نطلب منك تجاوبي بالغناء. ونبداو بالكويز الأول. نيو جيل لو كويز. لو كويز. نيو جيل لو كويز. نيو جيل لو كويز. لو كويز. تحية كويزية لكل مستمعات ومستمعي جيل فام داخل وخارج الوطن. تقدروا تلعبوا معنا في لو كويز، تدخلوا لصفحة نيو جيل وتكتبوا الأسئلة اللي نطرحها على كنزة وين ما كنتوا. ديجا كنا درناها صافي 3 جور. اسأل كنزة، كاين 5000 سؤال وقيلة، لازم الجماعة كاع يجوا يقراو معايا. معليش اللي راهم يسمعوا فينا دوك يقدروا يدخلوا ويطرحوا أسئلة. الكويز الأول كنزة راح نعطيك 3 كلمات أكيد عندها معنى عندك، وكل كلمة تعطيني المرادف تاعها بالنسبة ليك في كلمة 2 3 على أكثر تقدير. الكلمة الأولى ألحان وشباب. نقطة البداية. الكلمة الثانية ستار أكاديمي. ماشي نقطة النهاية. لا بغيتش. ستار أكاديمي باب النجومية. والكلمة الثالثة نستناو ردك يا كنزة. هي كلمة قريبة منك. على حسب هذه الموسيقى رومانسية. الجزائر. الجزائر أمي. الجزائر هي أمنا كامل كنزة. نقول كامل المستمعات والمستمعين دمعوا عيون كنزة، وأكيد هي دموع افتخار. دموع الافتخار والحب. وأنا خليني نقول ونسمح لنفسي باسم كل الجزائريين نقول لك شرفتينا. الله يسلمك الله يسلمك. تزعف من يماك، ما لازمش نبكوك هكذا من بداية البرنامج. لا هذه دموع فيا، أنا يعني
وطبعا تأثري بحبي لبلادي، وطبعا هذه الأغنية بالذات أنا تأثر فيها خصوصا بصوت الفنان الفلسطيني مراد سويطي. فأنا أول مرة سمعت هالأغنية منه صار لي كم مرة وصار لي دركا، وكل مرة أسمعها نفس الشعور ونفس الموضوع. وطبعا هدو دموعي ماشي فقط لحبي للجزائر أو افتخاري إني جزائرية، لكن حبي لانتمائي ولقوميتي للوطن العربي عموما، خصوصا مع الشيء اللي راهو حاصل في الآونة الأخيرة. هذا هو الشيء اللي سبب لي هذا الشعور. قولي لي واش تحس كنز، على بالي سمعتيها من اليوم ومن كثير من الجزائريات والجزائريين تلاقوا بك استقبال كبير كان في المطار، انا كنت حاضر، وتعليقات وقرينا يعني ربما كاين نقطه كحله في حيط ابيض، هذوك اللي ربما ينتقدوا حتى انتقاداتهم ماشي حاجه، لكن الاغلب يقول لك انك شرفتي للجزائر. الحمد لله، هذه الكلمه اللي اكثر كلمه تفرحني من يوم ما وصلت. الناس شرفتينا يعني ممكن يقول لي نحبك ونموت عليك ودرت وتصوت لك ومنا نورمال نفرح، بصح ما كاينش كلمه اللي تفرحني كلمه شرفتينا. لانه صح انا كنت رحت للستار اكاديمي اولا باش نكون نفسي لاجلي على نفسي، ما نروحش زعما هدفي الاول هو بلادي، الحق يقال. لكن كان هدفي اني نمثل نفسي ونمثل بلادي ونكون يعني شخصية بارزة مميزة، مش وحدة جازت وخلاص. لازم كي نجوز ولا الناس تشوف تقول هذه جزائرية، ما حتى الجزائري اللي يشوفني نمثله، فهمت؟ سواء باللهجة، سواء بالتقاليد، سواء باللبسة، سواء بالغناء. فهذا الشيء اللي انا من الاول يعني من طول الفترة اللي حلمت بها اني اروح الستار اكاديمي، من بين اهدافي كان عندي هذا الهدف. فالحمد لله يعني وصلت للكلمة اللي كنت حابتها. الحمد لله. اللقاء هكذا بدا حيكون اكثر تشويق دائما معكم. والحاجه المليحه في هذه الطبعه تاع ستار اكاديمي انه البدايه تاع البرايم الاول قبل ما نكتشفوا حضورك ومشاركتك كانت ودوك يتلحمك تشوك لحمك نزيدوا سمعها شوية ماشي كيما النهار الأول. يلا نسمع كيف على مواد جيل فام، ونرجع لكم دائما مع نجمة الجزائر والعرب كنزة مرسلي.
من 8 ل 10 تاع الليل. نيو جيل مع محسن، انت هو الأصدار. كنتوا مازالكم وراح تبقاو تسمعوا في نيو جيل على إذاعة جيل FM. وضيفتنا في سهرة اليوم نجمة ستار أكاديمي، نجمة الجزائر والعرب، كنزة مرسلي. كنزة مرحبا بك من جديد على مواد جيل FM. مرحبا. خلاص ما نزيدوش نبكوك دوكا، غير الضحك من دوكا حتى العشرة، غير الضحك إلا الضحك دوكا ان شاء الله. كنزة قبل ألحان، قبل ستار أكاديمي وبعد ستار أكاديمي، هل تغيرت أشياء فيك وحواليك؟ اكيد يعني كما يقولوا المثل المصري، دخول الحمام مش زي خروج. اكيد راح يكونوا حوايج بزاف تبدلوا فيا شخصيا. ما كاش حاجه تبدلت ككنزه الانسانه وكنزه الشخص، ما الحمد لله حاجه ما تبدلت. لكن في حياتي عموما طبعا بزاف حوايج تبدلوا. اهتماماتي تبدلت، مشاريعي تبدلت، يعني صورتي تبدلت. كنت نخرج عادي برا نمشي واحد ما يعرفني، دركا ما نقدرش نخرج بالدار. يعني هذا الشيء بالك ما يعرفوش الناس، انه من يوم ما رجعت من ستار اكاديمي ما كامل من الدار، سواء يعني اللقاء اللي رحت المره اللي فاتت فيه وهذا اللقاء فقط خرجتين. فهذا هو اكثر شيء اللي تبدل في حياه كنزه. و يعني دركا تفكير كنزه هو الشيء اللي تغير بزاف. تفكير كنزه كيفاش راح تكمل مشوارها. صح. انت نعرفوا انه حلمتي بدخول الاكاديميه، حلمتي بالشهره، بالنجوميه، باش تولي فنانه، باش توصلي صوتك، هذه الموهبه اللي عندك واللي عطاها لك ربي سبحانه. وصلتي للحلم تاعك وجستي في برنامج ستار اكاديمي. كان قادر المرور تاعك يكون عادي، لكن بحكم الموهبه اللي عندك، بحكم صوتك، بتربيتك، بقناعاتك، فهمنا انه الجزائريات والجزائريين يحبوك، لانه احنا الجزائريين دائما متساندين في وقت الفرح، في وقت الشده دائما متساندين. لكن نقدر نقولوا كنزه مرسلي كسرت القاعده اللي ربما نشوفوا عند كامل الزملاء تاعك، ولا حتى اللي قبل اللي دخلوا الاكاديميه، وين اجتمع على حبك كما قلت كل متابعي البرنامج من المحيط الى الخليج، وليتي محل اهتمام الجميع. فرايك علاش؟ مش فقط محل الخليج، كاين كوريا تاني. ونظن بلي كاين الهند، ولا ما يسمعوا فينا ناس من الهند يكتبونا في لاباج نيو جيل. مساكن ما يفهموا والو. جانيتو ايمانينا. ولكن كاش واحد يسمعني من كوريا نقول له ساران هي دادو، هذو زوج كلمات اللي نعرفهم معناتها نحبك ودادو وانا تاني. طبعا هذا الشيء يفرحني بزاف. طبعا انا ما كنتش عارفه انه كنا في الاكاديمي وكنا معزولين على العالم الخارجي، فكنا نشوفوا فقط يعني اصداء الناس من السوشيال ميديا، من تويتر ومن الفيسبوك اللي كان عندنا حصتين في الاسبوع كنا نشوفوهم. لكن ما يكفيش باش تقدر تشوف كامل الناس اللي تحبك وتقدر يعني تقيم هذاك الشغف وهذاك الحب كيفاش. يعني انا ما تصورتوش. يعني قلت ممكن يكون عندي شعبيه، ممكن يعني في بلادي هذا الشيء كنت متأكدة منه، انه ولاد بلادي حيحبوني. لكن انه يحبوني يعني معظم كل العالم العربي، يكون عندي جمهور في كل بلد وفي كوريا وفي ما بيش من تاني، فهذا الشيء اللي ما كنتش نتصوره. اكيد. ونظن هذه المحبه الكبيره اللي هي حبينا ولا كرهنا، يعني من غير الصوت والحضور، راس مال اي فنان هو الجمهور تاعو. يقدر يكون فنان عنده كلش، صوت، عنده موهبه، عنده حضور، ما عندوش جمهور ما يقدر يدير والو. يعني محبه الناس هي تكليف اكثر منها التشريف. على بالي باللي راكي تخمي ليل ونهار هذا الشيء، اذا راكي ترقدي هذا الجمهور اللي يحبك ودعمك او يستنى كنزه رانا نحبوك، لازم تمدي لهم حاجه على قد محبتهم. صح. يعني هما على قد ما يحبوك. طبعا مثل هذه البرامج اللي تخليك
يعني شخص مشهور في وقت وجيز. على قد ما تكتسب شهرة كبيرة، على قد ما لو كان ما تستثمرهاش، ولو كان ما تكملش، ولو كان ما تخدمش على روحك، على قد ما راح تخسرها. لأنه مستحيل الواحد يبقى يحبك وما يدي من عندك والو، يعني يحبك وانت ما جبت له حتى جديد، ما عطيتلوش يعني طبعا. ان شاء الله راح يكون في عمل ويخليهم يعني يحسوا بهذاك الحب اكثر، ويقولوا ما حبيناهاش باطل. نقولوا كامل مستمعات ومستمعي جيل فام، راكم تسمعوا في الاذاعه اللي تسمعكم. ادخلوا لصفحتنا على الفيسبوك نيو جيل، راح تقدروا تكتبوا اسئله رايكم وانا راح ننقلها مباشره لكنزه. قدامها ثاني كمبيوتر راح تشوف تعليقاتكم، تقدروا تتواصلوا معها مباشره في اول لقاء مباشر اذاعي لكنزه مرسلي. هذا اللقاء اللي يدخلوا مفاجات كثيره. وللكويز نروحوا للكويز رقم 2. New Deal, le quiz. Le quiz. New Deal, le quiz. New Deal, le quiz. Le quiz. الكويز تاني مع كنزة مرسلي. هاد الكويز احنا مدلك 3 كلمات عندهم علاقة بيك، عندهم شي في قلبك. ما تجاوبينيش بالكلام. مقبلة جاوبتيني بالكلام، هاد المرة حتجاوبيني أغنية، بالغناء، بالأغنية بصوتك الجميل اللي يغني كل ما هو أصيل. كنزة مرسلي. وأول كلمة أمك. يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. بكوية ما دايما تبكيني. بكيتك. هذه الكلمة الأولى، وكانت وقفة معك. تحية كبيرة للسيدة أم كنزة اللي وقفت معك، وحسينا هذيك الحرارة اللي موجودة عند كل أم جزائرية. ربي يخليها لك. ماما بزيادة، ماما بزيادة. شوية زيادة. ونظن باللي بزاف الجزائريين حسوها يماهم، باسكو شفنا كيفاش تحب بنتها، وإن شاء الله تبقى واقفة معك إن شاء الله يا ربي. وتشرفيها هي وتشرفي امك الكبيره هي الجزائر، والاكبر اللي هي الوطن العربي. ثاني كلمه ونذكرك انك تجاوبي بالاغنيه جمهور كنزة مرسلي. جاوبي باغنيه، حاجه اللي حبها الجمهور تاعك، اغنيه اللي تعبر عن محبتك للجمهور تاعك. جمهوري يعني قد ما نوصف ما نقدرش وبحبك والله، بحبك والله والله والله، بحبك قد العيون سود، احبك تيرارارا وانت عارف، ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبي. بحبك والله، بحبك والله والله والله، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك وقد اللي جاي من عمري هحبك. وشوف قد ايه، شوف قد ايه بحبك. الله ربي يخلي لك هذا الصوت، وان شاء الله يكون الجمهور اللي حملني مسؤوليه كبيره. قول كنزة نحبوها. شوفي في السعوديه، في مصر، العراق، فلسطين، الجزائر ما نحكي لكش، كامل الولايات، كامل 48 ولايه بلغوني هذا السلام، ونقولهم على المباشر باللي هذه الاغنيه راهي ردت لكم كنزة. واكيد عندنا وقت كبير باش نردوا على الاسئله تاعهم في الصفحه تاعنا نيو جيل. ثالث كلمه الجزائر. كل يوم كل يوم هذا الحال ما يدوم، كل يوم
في منامي نحلم وانا يا النوم وانا يا النوم في قصور البهجة وشموع ضاوية وشموع ضاوية كل يوم كل يوم هاد الحال ما يدوم كل يوم كل يوم كل يوم تعيا بلادي زاهية. امين يا رب العالمين، تبقى بلادنا زاهيه وكامل دول العالم العربي. كان هذا هو ثاني كويز لكنزة مرسلي. مادام جاوبتي تمتم بالخف واغاني في الصميم، عندك هديه سيربريز رقم 1. يا غرامي يا كلامي يا أحلامي حبيبي. إلى سندريلا الجزائر، أو بالأحرى نجمة الوطن العربي في كل مكان. كنزة، أنت من أول يوم كنت فيه نجمة، ومن أول ظهور لإلك أثبتي إنك نجمة. أنا بتمنى لك كل التوفيق، ونصيحة مني يا كنزة، ما توقفي بطريقك أي شيء، خليكي عارفة وين رايحة وعارفة طريقك، واختاري أغانيكي بفكر يكون كتير ذكي. أنا بتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله دايما بالنجاح وحب الناس، أنت فعلا بتستاهليه. معكم على جيل اف ام سامو زين مع محسن. يعني محسن مصمم يبكيني اليوم على باليش على تحيه كبيره للفنان سامو زين اللي راه يسمع فينا. كبيرة الفنان سامو زين، ويعني ما لقيتش كلمة نشكره بها على هذه المفاجأة الرائعة. طبعا أنا سامو زين كنت نعرفه قبل ستار أكاديمي، لأنه جعلنا الأهل وشباب وغنيت له أغنية. ولما خرجت اكتشفت أنه كان هادر علي كلام جميل صراحة يعني كلامه وسام نعلقه على صدري. بحبكم بزاف. معكم سامو زين، اسمعوني على 94.7 جيل اف ام.
نيوجيل مع محسن كل جمعة من 8 ل 10 تاع الليل. نيوجيل مع محسن انت هو الأصداف. ونجمة سهرة اليوم هي كنزة مرسلين، ونجدد التحية لكل مستمعات ومستمعي جيل فام داخل وخارج الوطن. تسمعون على موجة 94.7 فام. أحبابنا في الشرق الجزائري يسمعون على الموجة المتوسطة 531، وناسنا وأحبابنا في الغرب الجزائري يسمعون على الموجة المتوسطة 549. كما يسمعونا داخل وخارج الجزائر على موقع جيل فام راديو الجيري.dz/جيل فام. واحنا باش نسمعوكم ادخلوا لصفحتنا على الفيسبوك نيو جيل. اني كتبت لمن يريد ان يسال كنزه، هكا باش نعرفوا الناس اللي راه معنا الان يدخلوا ويطرحوا لك اسئله كنزه. كذلك الناس اللي راهم يتصلوا بنا نقول لهم ادخلوا لصفحتنا على الفيسبوك، احنا نعطيكم وقت كبير ونجاوبوا على كل التساؤلات. كنزه من غير صوتك اللي لا غبار عليه، صوت شباب بزاف براي المختصين والعارفين. اكتشفنا كامل موهبه التمثيل، خاصة في الأكاديمية. أنت كانت عندك تجربة قبل الأكاديمية، وكاين حديث على ترشيحك لبطولة مسلسل الراحلة وردة الجزائرية. لو عرض عليك الدور؟ يعني هو صح أنا عندي موهبة في التمثيل، لكن دور كما هذا مشي سهل. أولا لأنه سيرة ذاتية، وسيرة ذاتية لعملاق في الفن اللي هي وردة مشي سهلة. فأنا بصراحة يعني حاليا ما نقدرش نعطيك الجواب، نقدرش نعطيك رأيي في الموضوع، لكن أنا نتمنى يعني شيء يشرفني، لكن في نفس الوقت صعب جدا ومسؤولية كبيرة. صح. أنا شيء عجبني في لقاء كنت أجريته في إحدى الجرائد الجزائرية، الروح الطيبة تاعك مع وحدة كذلك هي نجمة وحبوبة ونحبوها بزاف، ريم غزالي. قلتي باللي يعني شكلا ريم غزالي يعني وردة، كي نحكوا وردة شكلا من الأجمل الفنانات العربيات، وانت عطيتي هدرتي على ريم غزالي كلام جميل، وريم كانت سبقت ودعمتك بشكل كبير في الأكاديمية. طبعا وجه لها تحية ريم غزالي، والشيء اللي باين انه هي نحبها اكثر من اللي قبل ما تحبني، يعني انا عرفتها قبل ما عرفتني، وطبعا هذا الشيء شرفني انه دعمتني في البرنامج. بخصوص الدور انا حكيت يعني لانه دوك نقول لك كيف. يعني اول مره كنت قاعده في البيت، شاهدنا ستار اكاديمي 3 اللي كانت فيها ريم غزالي، كان اول برايم ظهرت فيه ريم، كانت تغني. كنت انا وماما واش تقول لي ماما؟ قالت لي سبحان الله شحال تشبه الورده. سما من هذاك النهار كل ما نشوفوا ريم غزالي نربطوها ديريكتومون بورده مباشره، هذاك الرابط بين ريم غزالي وورده في الشبه الكبير اللي بيناتهم. فلما طرحوا عليا لما يعني جيت وسمعت انه كاين ريم غزالي وامل بوشوشه وانا مرشحات في الدور ورده، انا ديريكتومون قلت لماما ريم غزالي سبحان الله يعني تشبه لها، وهي اللي تستاهل يعني تبين صورتها للناس باش تكون المصداقيه تاع الصوره. قلت لهم صوره ريم غزالي، صوت ممكن انا لازم بيزو جمال يلبوكم. صح. قولي الو 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 الو، مين معي؟ من معي؟ تحكي عليها مصباح الغزالي. ريم مصباحية من شرفك. سكتي برك انا دخلت غير من شري خاكتي تسمعي تبهديله. راني سمعت فيك كنزة، واش راكي؟ لاباس الله يسلمك. مستمعين جيل فام ان شاء الله تكونوا ملاح. الله يخليك. لما الطيبة الله يخليك، نورت الإذاعة بصوتك. الو كيف سا في كنزة؟ كنتي تشوفيني في الدار مع تا مامان، دوكا وليت انا نهضر معاك في المقابلة تاعك. كنا نهضروا على الشبه اللي بينك وبين وردة. ان تو لي كا
كنزة انا نقول لك حبيت نفاجئك بهذا الاتصال بيان سور مبادره من زميل محسن. دونك حبيت نقول لك بريميرمون جي با يو لوكازيون نشوفك ملي خرجتي من ستار اكاديمي. سي فري جي تا مير او تيليفون ما شاء الله عليها ونسلم عليها بالبزاف باسكو كانت تعيط لي وكانت طونغواسي شويه. سي نورمال كنت لا سولاجي ان بو كنت نهضر معاها نقول لها تاتا يفو فوار لي نير سوليد اي تو وكنزه ما نخافوش عليها. كنا داعمينك دو فون دو كور. الله يخليك. با في اوبارافون باسكو كانت عندي انشغالات بزاف كي قالوا لي كاين اون الجيريان في ستار اكاديمي وراهم حاقرينها. الوغ لا درت 360 دوغري قلت وراهي هذه الجيريان راهم حاقرينها. شفت طفله شابه وعندها موهبه كبيره. بيان سور هذا الشيء انا دائما ندعم ولاد بلادي. جو سوي انا بزاف يعني على الجزائر ما نعرفش. دونك اون بليس وحده يعني مشرفتنا بصوتها وبوهبتها. انه احنا لازم كما انت غدوه كي يطلعوا المواهب الجايه تشوفي روحك تدعميهم. سي لازم احنا نرفدوا بعضنا بعض. صح. دونك انايا شجعت غير كنزه وما شفتش كاع ستار اكاديمي. كنت نشوف غير فيك انتي ما نشوف حتى واحد. نشوف البيرفورمانس تاعك دي رساله. ومن بعد جو زاب كوم جو سي كو تو ني بلو جو زاب كون تيتي نوميني جو ريغاردي تو لو برايم باسكو جيتي اوبليجي دو فوار لو ريزولتا ودرت لك حمله تصويت. دونك جي ليسي تو لو موند فوتي pour Kenza pour faire plaisir bien sûr à ton public à l'Algérie et puis à ta maman ولا موهبتك اكيد. يعطيك الصحه. دونك كنزه نتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. شكرا. نعمل لك بمفاجاه مي جو بريفير ان شاء الله كي نشوفك نقولها لك باسكو لازم نهضر معك ونشوفك. انا كي ندخل للجزائر ان شاء الله دوك نشوف التواجد تاعك كيفاش ونهضروا على حاجه اللي حتكون مفاجاه للبوبليك تاعك وتكون اون سوربريز ليا مني ليك. يا رب ان شاء الله. لازم نكون على بالي بها انا سكوب لازم هنا في جيلا فام. شوف ديجا نسيتي انت ما تلاقيتيش نهضر معك انت. هيا خلاص هنا تلاقيتو هنا تقولوها. يعطيك الصحه تعيشي. يعطيك الصحه ريم غزالي نجمتنا ثاني. كون تولي كامل الناس راهم يسمعوا فيك. جو تان ريميرسي مي فان اللي دائما يتبعوا الاخبار اللي ثاني جون سوتنيو كنزه اللي راهم يتبعونا دوكا في فيسبوك اللي راهم يسمعوا على جيلا فام والناس اللي راهم يسمعونا في الطريق نقولوا لهم بليك عندنا فنانه جديده صاعده وشابه واسمها كنزه مرسلي لازم تدعموها وان شاء الله تشوفوا قريبا جديد تاعها. يا عمري على قلبك ورجعوا كاع كيما انت. يعطيك الصحه ريم غزالي. ميرسي بوكو محسن. يطول عمرك ونشوفوك. جيلا فام دائما متواجدين وتغطيات الحصريه والفنانين ودعمكم للشباب. ومرحبا بك دارك راك تعرفي. مرحبا بك ريم نتلاقاو ان شاء الله في اقرب فرصه كما تفاهمنا. يلا ان شاء الله. شكرا. مع السلامه. كانت معنا بيزو كنزه. بيزو غير كنزه بيزو. كانت هذه النجمة ريم غزالي على أنغام الفنان الراحل سامي الجزائرية بنات الجزائر إن كان وردة الراحلة ولا فلة الجزائرية أمل بوشوشة ريم غزالي ودوك كنزة مرسلي. أنتم اللي عندكم توجه نحو العالم العربي وكاين ناس ربما كانوا ما يعرفوش الجزائر يعرفوا وردة من خلالها حبوا أكيد المشاركة تاعك في برنامج عربي عنده انتشار واسع خليتيهم يحبوا أكثر البلاد. دونك نقول لهم مرحبا بكم في الجزائر. راكم تسمعوا في الإذاعة الجزائرية إذاعة جيلا فام. سمعنا صوت ريم غزالي دوكا نسمعوا أغنية بصوتها صياد الغزلان ونرجع لكم. بقوا معنا.